نسخة تاريخية 48 منتخب، ملاعب أسطورية في أمريكا وكندا ومكسيك. العالم كله ينتظر كأس العالم 2026 باعتباره الحدث الكروي الأعظم في هذا القرن، ولكن خلف هذه الأضواء هناك جانب مظلم ومليء بالإثارة وحبس الأنفاس. تخيل بطولة كأس العالم يتواجد فيها الساحر نيمار في القائمة، لكنه يصارع الزمن خلف الكواليس ليلحق بالمباريات الأولى، وفي المقابل عمالقة آخرون مثل ماكينة الأهداف ليفاندوسكي والقطار مدريد النفاث رودريغو تأكد غيابهم تماما. نعم، إنها الحقيقة المرة والمثيرة التي صدمت الشارع الرياضي العالمي. نجوم دمرت إصابات أحلامهم في الأمتار الأخيرة، والآخرون انتحرت منتخباتهم كرويا في ليلة تصفية الظلماء. في هذا الفيديو خاص وعميق سنأخذكم في رحلة وراء الكواليس، وسنكشف لكم بالأسماء والأرقام والتفاصيل والمستندات الطبية كيف يصارع هؤلاء العمالقة للتواجد في المونديال، ومنهم النجوم الذين تبخر حلمهم للأبد. اربطوا أحزمة الأمان ولنبدأ بالقنبلة المونديال الأكبر، الساحر نيمار دا سيلفا. نبدأ بالملف الأكثر إثارة وجدلا في العالم، نيمار جونيور الساحر البرازيلي الذي عاد إلى ناديه الأم سانتوس البرازيل. تم استدعائه رسميا من قبل كارلو أنشيلوتي للمشاركة في كأس العالم 2026. نيمار جونيور سانتوس وسط الاحتفالات الهستيرية في ريو دي جانيرو، ولكن قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة حبست البرازيل أنفاسها بعد تعرضه للإصابة الصادمة. الكارثة وقعت في آخر مباراتين مع سانتوس البرازيلي ضد الفريق كوريتيبا. نيمار سقط أرضا وهو يمسك ساقه اليمنى بالألم. طبيب منتخب البرازيلي رودريغو ليسمار أجرى أشعة رنين مغناطيسي وفجر الحقيقة. نيمار يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في عضلة الخلفية للساق، والمدة المقررة للتعافي التام هي من أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط. نيمار غائب رسميا عن الوديات التحضيرية ضد بنما ومصر، والآن أصبح غيابه مؤكد بنسبة كبيرة عن المباراة الافتتاحية المرعبة للبرازيل ضد المنتخب المغربي في 13 يونيو. ولكن الصدمة والإثارة هنا، أنشيلوتي رفض استبعاده وقال نيمار في قائمة إذ لم يلحق بالمباراة الأولى فسيكون جاهز للمباراة الثانية ضد هايتي أو الثالثة ضد اسكتلندا. نيمار متواجد في أمريكا الآن ويخضع لجلسات علاجية مكثفة بأحدث التقنيات، يكون جاهز للركض على العشب الأخضر في بداية المونديال. فهل تكتمل المعجزة أم أن ربلة الساق ستنهي في قصة الساحر مبكر؟ إذا كان نيمار قد غاب لقرار من جسده، فإن الأسطورة روبرتو ليفاندوسكي قد غاب لأن القطار بلده سقط من فوق المنحدر في 31 مارس 2026 في نهاية الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال. بولندا واجهت غريمتها التقليدي المنتخب السويد. كانت المباراة كسر العظام، تقدمت السويد وعادلت بولندا، واستمرت الدراما حتى الدقيقة 88. في تلك الدقيقة المشؤومة للبولنديين سجل المهاجم السويدي فيكتور هدف الفوز القاتل لتنتهي المباراة 3-2 لصالح السويد. ليفاندوفسكي الذي خاض 165 مباراة دولية وسجل 89 هدفا انهار بكاء بعد المباراة وبعمر 37 عاما. غياب بولندا عن هذا المونديال يعني رسميا نهاية المسيرة المونديالية لواحد من أعظم مهاجمين الصندوق في تاريخ اللعبة. وسط تقارير تؤكد نيته الاعتزال الدولي خلال الأيام القادمة. الضربة الثانية للبرازيل كانت كالصاعقة لأنها ضربت موهبة في أوج عطائها الكروي، رودريغو جناح طائر لريال مدريد والركيزة الأساسية لهجوم سامبا. تفاصيل مباراة إصابة كارثة حدثت في مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني على ملاعب سانتياغو برنابيو في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وخلال محاولة التفاف سريع بالكرة التوت الركبة رودريغو بشكل مرعب، يسقط أرضا وهو يصرخ من شدة الألم. والمدة الغياب، فحوصات طبية بأشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن الخبر مرعب، تمزق كامل في الرابط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. هذه الإصابات تتطلب عملية جراحية فورية، وفترة الغياب لا تقل عن 8 إلى 9 أشهر. هذا التوقيت الطبي جعل من المستحيل على رودريغو اللحاق بكأس العالم ليخسر المونديال، واحد من أمهر اللاعبين جيلا حاليا. الآن دعوا كل ما سمعتوه جانبا واستعدوا للصدمة التي هزت مهد كرة القدم. كولر بالمر الفتى الذهبي للنادي تشيلسي
والهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، واللاعب أكثر مساهمة تليها الأهداف في أوروبا. خارج قائمة إنجلترا رسميا للمونديال 2026. نعم، لم يتم استدعائه. في القرار الفني فجر بركانا من الغضب في وسائل الإعلام البريطانية. قرر مدرب منتخب إنجلترا استبعاد بالمر. مبرر الفني للمدرب كان غريبا جدا، حيث صرح بأن بالمر لا يلتزم بالأدوار الدفاعية الصارمة التي يتطلبها رسمه التكتيكي 4-3-3، وأنه يفضل أسماء أخرى ذات الطابع البدني والدفاعي أكبر. جماهير تشيلسي اعتبرت القرار بمثابة انتحار كروي وحرمانه للمونديال من اللاعب يسجل من أصناف الفرص. إذا ظننتم أن استبعاد كولر بارمر كان كافيا لتدمير هجوم إنجلترا، فإليكم الصدمة التوأم. فيل فودن جوهرا مشيع لمانشستر سيتي، واللاعب الذي وصفه بيب غوارديولا بأنه أكثر لاعب موهوبا رآه في حياته تم استبعاده هو الآخر، ولم يستدعى للمونديال 2026. المصادر المقربة من المعسكر الأسود الثلاثة كشفت عن المشهد التكتيكي. حدثت بين فودين والمدرب خلال المعسكر الإعدادي الأخير، حيث رفض فودين اللعب كجناح دفاعي وكلاسيكي مقيد، وطلب بحرية الحركة في العمق كصانع ألعاب. المدرب الإنجليزي اعتبر ذلك تمرد على خططه، وقرر معاقبة النجم الكبير باستبعاده نهائيا من القائمة المونديال. يذهب إنجلترا إلى أمريكا بدون بالمر وفودين في واحدة من أكبر المخاطرات التدريبية في التاريخ. هذه هي المفاجأة التي لم يستوعبها عشاق كرة القدم الأوروبية حتى الآن. عمالقة باريس سان جيرمان هو أفضل حارس في أوروبا سابقا دون أوروما خارج كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته. إيطاليا تعيد كتابة الفصول الكابوس المونديالي. المباراة الإقصاء كارثية في التصفيات الأوروبية واجهت إيطاليا منتخب بوسناتي في مباراة مصيرية لا تقبل قسمها على 2، وفي الليلة كارثية للدفاع الإيطالي. تلقت شباك دوناروما هدفين من الأخطاء الدفاعية. تفشل إيطاليا رسميا في التأهل لمونديال 2026. غياب دوناروما يحرم بطولة من حارس يمتلك هيبة مرعبة في الركلات الترجيح والكرة العالية. نعود إلى البرازيل، لكن هذه المرة لن نتحدث عن غرفة العمليات أو الربط الممزق، بل عن ظلم الخيارات الفنية. وجواو بيدرو المهاجم سبب استبعاده. بيدرو قدم موسم استثنائيا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 29 هدفا وصنع 6 آخر، وكان يعتبر المحللون مهاجم رقم 9 عصري هذا الذي تحتاجه البرازيل لإنهاء عقمها التهديفي. لكن المدرب المنتخب البرازيلي فجر المفاجأة من العيار الثقيل واستبعد اللاعب تماما من القائمة الرسمية لأسباب وصفها بأنها تكتيكية ولا تناسب مع الأسلوب اللعب سامبا السريع. هذا القرار أشعل ثورة غضب عارمة في الصحافة البرازيلية التي وصفت المدرب بالمغامر. يبدو أن خط دفاع البرازيل وريال مدريد يعيش تحت تأثير اللعنة الحقيقي. إدوار ماليتاو الصخرة الدفاعية التي لا غنى عنها يغيب رسميا عن نهائيات كأس العالم 2026. ماليتاو الذي عاد بكاد من الإصابة الصليب السابقة تعرض لانتكاس مرعب خلال مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني. خلال كرة مشتركة في الهواء سقط ماليتاو بشكل خاطئ تماما على ركبته اليسرى. ليتضح لاحقا أنه أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة في الغضروف الخارجي. أكد الطاقم الطب أن اللاعب يحتاج إلى مدة تتراوح بين 9 إلى 10 أشهر للتعافي كامل بالنظر إلى تاريخه مع الإصابات. الركبة. غياب ماليتاو جعل الدفاع البرازيلي مكشوفا تماما قبل معترك المونديال.